في أحد السجون المشددة كان في مسجون اسمه عادل، محكوم عليه ب10 سنين بتهمة سرقة بنك. عادل كان معروف بذكائه وحنكته، وكان دايماً يحلم بالهروب. بعد كذا سنة قرر إنه حان الوقت ينفذ خطته. استغل عادل شغله في المطبخ، حيث كان بيتعامل مع أدوات حادة. بدأ يصنع أداة صغيرة علشان يقطع بيها قضبان الزنزانة. بعد أسابيع من الشغل السري قدر يقطع القضبان ويفتح ثغرة صغيرة. في ليلة الهروب كان السجن مظلم والجنود مشغولين بأعمالهم الروتينية. تسلل عادل عبر الممرات الضيقة لحد ما وصل للسطح. كان قلبه بيضرب بسرعة، لكنه حاول يهدي نفسه. لما كان متجه نحو حافة السطح حس بوجود حاجة بتراقبه. بص حواليه ولقي ظل غامض بيتحرك في الظلام. انتبهه الرعب، لكن ما كانش عنده وقت للتفكير. قفز عادل من السطح للساحة الخارجية، لكن في لحظة الهروب حس بحاجة تمسك بيه من وراه. اتلفت ولقى نفسه قدام واحد من حراس السجن.